فيريرا اللي جاي يمسك الزمالك البلجيكي. طب تقول لي المدرب ده ينجح او يفشل؟ ما اقدرش اقول لك ينجح او يفشل، ولكن اقدر اقول لك تفصيله صغيره من اللي بيحصل حوالينا. اللي بيحصل حوالينا ان الزمالك ابتدى يمشي كل اللعيبه الكبيره في السن وبيجيب لعيبه صغيره. ليه؟ لان الراجل ده بيعرف يتعامل مع الشباب ويعرف يتعامل مع الناشئين اكتر وبيعرف يطلع منهم اعلى مستوى. فالتوجه ان يجيب لعيبه صغيره زي امثال احمد شريف، امثال عمرو ناصر، امثال مزيزي، امثال محمود صابر، امثال كل زلاكا، كل دي لعيبه يعني في العشرينات، بتتكلم 22 23 سنه 24 سنه. فهو الزمالك بيفكر يبني فريق كله اعماره لا تتخطى ال 25 سنه 26 سنه. ليه؟ لان الراجل ده بيعرف يتعامل مع السن ده، بيعرف يطلع منه اقصى حاجه. الراجل ده نفس اسلوب اسوري. الراجل ده بيهاجم قوي بشراسه، بيضغط من قدام، ولكن عنده مشكله واحده اللي هي الحته الدفاعيه. لو عرف يظبطها هيقدم احلى فريق ممكن تشوفه بيلعب في الزمالك لو عرف يظبطها. مشكله الراجل ده اللي بيجيب اهداف كتير بيخش فيه اهداف كتير، لانه بيلعب بطريقه اسوري، بيلعب هجوم ضاغط من قدام. والفكره برضو ان الراجل ده في السعوديه عمل نتائج قويه جدا مع اكبر فرق في السعوديه. بس مشكلته برضو زي ما بقول لك بيجي مع الفرق الصغيره بتحصل مشكله. فلو الراجل ده عرف يظبط الحته دي اقدر اقول لك ان الزمالك كسب مدير فني كويس جدا.